تعالى اقولك المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتعملي التورتايه بايدك، ونشوف مع بعض تورتتي ازاي بقت تحفه وجميله كده بعد ما باظت وكان شكلها كده. ولو عاوزه تعرفي التركه اللي انقذتني من الموقف ده تابعي الفيديو للاخر. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي وانضمي لاحلى عيله، ونصلي على رسولنا الكريم في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا بقى نشوف الفيديو. طب يلا بينا. هبدا الاول اعمل الكريمه علشان تسقع معايا، وتعالى اقولك على سر محدش هيقولك عليه. دول كوباية كريم شانتيه خام، وكوباية موس شوكولا، و3 معالق سكر حبيبات، وكوبايتين مية. وهحط واحدة دلوقتي وهنزل بالتانية تدريجي بعدين. ايه السر بقى ان الكريمة تكون متماسكة؟ اني باخد لها المية بتاعتها من الحنفية، مش مية متلجة زي ما بتسمعي في كل الفيديوهات. وبعدين بدخلها التلاجة تسقع واطلعها اديها ضربة كده كمان، وبكده اضمن لك كريمة متماسكة لو الحرارة 40. وحاولي ما تجريش الفيديو علشان طول ما احنا شغالين كده هنقول تريكات وهنقول اسرار كتير جدا، فحاولي تتابعي الفيديو للاخر. ضفت لها كمان معلقتين من الجناش علشان يعزز الطعم معايا. وبدأت ارص طبقات الكيك، وده عملناه في فيديوهات كتير. بحط الكيك وبسقيه، وبحط له طبقة من الموس وشوية من صوص الشوكولاتة وشوية من الشوكولات شيبس، وهكذا كل الطبقات. انا الكيك بتاعتي عملته 6 طبقات. لو عاوزة تعملي نفس الارتفاع ده يبقى لازم تحطي دويل خشب يسند معاكي الكيك علشان التورته بتاعتك ما تملش منك. للأسف الخطوة دي مش متسجلة معايا، بس أنا إن شاء الله هسجلها لك في فيديوهات تانية. حطيت باقي الموس علشان ألم بيه الكيك علشان ما يتفتتش مني وأنا بجلسها. أنا كنت ناوية أجلسها بكريمة بيضة، فكنت حابة إن ما يبقاش فيه فتات كيك فيها. ودخلتها على الفريزر، ولو انت مبتدئة الحركة دي هتسهل عليكي قوي وانت بتجلسي التورتايه بتاعتك. طلعتها بقى من الفريزر وفردت عليها الكريمة بنفس المعيار، كوباية كريمة خام وكوباية مية ومعلقتين سكر، واتجلست معايا بمنتهى السهولة. وصل معانا لحد هنا من الفيديو يدعمنا بلايك ويسيب كومنت حلو، وما ينساش يعمل مشاركة للفيديو علشان الكل يستفيد. بعد ما جلست التورتايه بتاعتي اخدت اللي فضل معايا من الكريمه البيضه وبدات الونه. لونت نصهم احمر والنص التاني اخضر. ببدا احط نقطتين كده من اللون اللي معايا واقلب واشوف درجه اللون، وابدا تاني لو لقيت ان هي محتاجه احط لها كمان نقطتين ولحد ما اوصل للون اللي انا عاوزاه. ولو حابه توصلي لدرجه اللون بالظبط وما يطلعش غامق منك بلاش تجيبي الدرجه باللون، انت بس هاتي اول الدرجة منه. يعني انت عايزة تعملي احمر خليه احمر فاتح جدا، ودخليه يخمر في التلاجة لمدة ساعتين هيغمق معاكي. ولو طلعتيه من التلاجة وحسيتي ان هو محتاج نقطة او 2 كمان حطيله، هيلقط معاكي بسرعة جدا. طالما هو متخمر في التلاجة يبقى هيلقط معاكي بسرعة جدا. عملت اللون الاحمر ودخلته التلاجة عشان يخمر ساعتين، وادي اللون الاخضر كمان عملته. هدخله بقى التلاجة برضو علشان يخمر مع التاني، وهوريكم الالوان هتطلع ازاي من التلاجة. بعد ما استنيت عليهم ساعتين شايفين اللون دخل التلاجة ايه، وطلع لونه احمر صريح. هبدأ بقى اجلس بيه، وطبعا قبل كل مرحلة لازم ادخل التورتايه بتاعتي الفريزر علشان تسقع معايا، وعلشان الخطوة اللي بعد كده تكون سهلة. طول ما التورته معاكي ساقعة وماسكة نفسها انت هتحسي ان الشغل معاكي ماشي بمنتهى السهولة. مرحلة الفريزر ما ينفعش نستغنى عنها، بالذات لما تكوني شغالة بألوان علشان ما يدخلوش على بعض. فردت الكمية طبعا من الكريمة طبقة خفيفة كده، وكانت ناعمة جدا ومتماسكة. جلستها ودخلتها برضو على الفريزر. بصوا بقى هنا حصلت الكارثة اللي ما توقعتهاش. عملت جناش أبيض وبدأت أعمل بيه دروبات على التورتة، وزي ما انتوا شايفين بينزل، يعني بينزل يجمد في ساعتها على التورتاية. وبدأت ألف بالجناش على التورتاية من فوق، وكنت رسمه لها حاجه كده في دماغي لكن فجأة لقيتها عماله بتسيح. طيب جربت احط الاشكال دي يمكن تمنع الكارثه دي، لكن بتاخد الاشكال وبتنزل، وبتاخد السبرينكلز وبتنزل برضو. وهنا قررت ان انا لازم اشيله خالص، بس كنت خايفه ان وانا بشيله يشيل الطبقه الاحمر معاه.
يعني يشيل الكريمة الحمرا معاه. والمشكلة ان ما كانش عندي كريمة ملونة باللون الاحمر تاني، يعني انا كنت عاملة الحاجة على قد التورتايه، وما كانش عندي صبر استنى بقى ساعتين لحد اما اللون يخمر معايا وهكذا. فعلشان اضمن نجاح العملية دي كان لازم ادخلها الفريزر ساعة او اتنين تشد معايا، علشان اعرف اشيل الجناش الابيض بس. وهي دي التركة اللي فرقت معايا، وفعلا اتشال معايا بسهولة لان الكريمة اللي تحته مجمدة جدا. واللي انا كنت مستغرباه ان الجناش اللي كان فاضل معايا ماسك زي الحديد، ازاي ساح كده انا مش عارفه. قررت احط دروبات شوكولاته خام، يعني جبت شوكولاته خام وسيحتها في الميكرويف، وحطيت عليها معلقه زيت وبدات اعمل بيها الدروبات بتاعتي. انا ما كنتش ناويه انزل المشكله دي، بس قلت لا هنزلها علشان تبقوا عارفين ان عادي تقابلك مشكله ما تقفيش عندها، كل مشكله وان شاء الله ليها حل. بدأت بقى أعمل شجر الكريسماس، وبدأت أزينه بالسبرينكلز كده علشان ينور معايا. جبت المجسم ورسمت عليه شكل الروزيتات عشان يديني شكل الشجرة، وبعدين زينتها بالسبرينكلز كده عشان يديها شوية إضاءة. عملت شجرة صغيرة على التورتاية، وبعدين عملت شجرة كبيرة على البورد، وبرضو حطيت لها شوية سبرينكلز. وحطيت مجسم بابا نويل وهو بيعمل لكم باي باي كده، وبدأت أحط الشوكليت شيبس زي التلج كده بمناسبة بقى الجو اللي احنا فيه ده. وصل معانا لحد هنا من الفيديو يدعمنا بلايك ويسيب كومنت حلو، وما ينساش يعمل مشاركة للفيديو علشان الكل يستفيد. وده كان الشكل النهائي، تقدري تعمليها بنفسك، سهلة وبسيطة. وعام جديد سعيد عليكم يا رب، وكل حبايبكم بخير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.